صباح الخير عليكم، وان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. الى اول مره تدخلي قناتي ما تنسيش ديري جيم لا فيديو، اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس. نبداو مباشره في الفيديو. راح ندير لكم اليوم واحد الشعيبيات يجوا مورقين كيما راكم تشوفوا، ويجوا يعني بواحد العجينه تجي تهبل وتجي خفيفه، ومام في القرمشه يجوا مقرمشين يهبلوا وحتى في الشكل تاعهم كيما راكم تشوفوا يشهيو. نبدا مباشره في العجينه. واش عندي؟ نحتاج هنا الفرينه راح نعبر لكم، راني حطيت يعني راح نعبر لكم بعد بالباط هذا تاع اليايوخت باش نعطيكم الوصفه قد قد. عندي هنا باط يايوخت ناتوريل، وعندي فرينه، عندي حبه بيض، وعندي رشه ملح، عندي فاني، خميره الحلويات والزيت والخل. راح نبداو هنايا. راح نحط اول حاجه نحط هذاك الباط تاع اليايورت ناتوريل، نكبو كامل في البول نتاعي. بعدها الباط القيس اللي ديريه تاع اليايورت تكملي به كامل حتى الاخر. عندي باط تاع يايورت درتو، عاود كيلت به نفس الباط اللي كيلت به اليايورت نفسه، نعمرو زيت. بعدها نزيد حبه بيض، وعندي هنا نص كيس تاع مايزينا، نص لباطه تاع اليايورت كيما قلت لكم، يعني لباطه اللي تعبروا بها في الاول تكملوا بها. وهنا نجيب فوقي ونبدا نخلط حتى هذيك المايزينا تتجانس يعني مع الزيت والبيض حتى تتخلط مليح، ونحس المايزينا نتاعي ذابت ما عادتش تبان كيما راكم تشوفوا. نزيد عليها مغرف تاع خل. الخل يستحسن يكون عندك الابيض، انا كيما عنديش الابيض درت الاحمر نورمال. بعدها نزيد عليهم رشه ملح وكيس فاني. الفاني تحبي ديري هذه، تحبي ديري اي عطر عندك، مهم ديري الفاني باش تنحينا ريحه البيض. بعدها هنايا راح نبدا نزيد بعد ما خلطتها وكل شيء تجانس في بعضها، راح نبدا نزيد في الفرينه بشويه. انا راهي دات لي هنا حوالي 4 كيسان. ندير الكاس الاول، نزيد نعبر بالكاس الثاني ونخلط. انا هنا راح نخلط بيدي باش نعرف القوام تاع العجينه نتاعي وقتاش نحبس. هنا مازالت العجينه نتاعي يعني راهي مطلوقه، راح نزيدها كاس ونخلط ونشوف. هذا الكاس الثالث، وهنا عندي مغرف صغيره تاع خميره الحلويات، وزدت الكاس الثالث الرابع عفوا. وهنا البنات راهني درت نص كاس على الاخير، يعني بدات كي شغل بدات تتجمل، خفت ندير نص كاس وتجيني شويه قاصحه ياسر. هنا نص كاس هذاك راني زدت يعني دالي زوج مغارف، 4 كيسان وزوج مغارف قد قد. هنا بعد ما كملت وتحصلت على القوام اللي راني محتاجاته انايا، راح نبدا ندلك فيها حتى نحسها رطابت شويه، على الاقل 5 دقائق وانتي تدلكي فيها. من بعد نقسمها على 10 كويرات، ونديرهم كويرات كيما هكا، ونغطيهم بالبابي فيلم ونخليهم يرتاحوا من 20 دقيقه لنص ساعه. كيما راكم تشوفوا راني قسمتها على 10 ونحطها هنا. بعد ما ارتاحت البنات حطيتها في الكونجيلاتور، قعدت يعني من 10 دقائق عفوا من 20 دقيقه لنص ساعه. وهنا لو طون اللي كانت هي ترتاح راح نوجدوا العسل تاعنا. عندي 3 كيسان سكر مع 3 كيسان ماء وطرونش تاع قارص. نخلط هذاك السكر والماء به، من بعد كي يذوب كل شيء ما يتحجر ليش. البنات هذا هو السر تاع العسل تاعنا، لازم تخلطيه تحسي السكر هذاك بدا يذوب شويه به، من بعد كي يبرد ما يتحجر لكش، وتحطيه يغلي. بعد ما يهز الغليه مده 10 دقائق طفي عليه. شوفوا العسل تاعي هنا كيفاه طاب خاثر ما شاء الله. وهنا بعد ما فاتت نص ساعه نجبد هذيك العجينه نتاعي الكويرات، نرش البلون دو طرافاي تاعي بالمايزينا ونحط كويره، ونبدا كل مره نرشها بشويه ونقلبها ونفتح بالحلال حتى تولي يعني رقيقه طول. راني نرققها قد ما نقدر، وديما نستعين بالمايزينا به ما تلصقليش في البلان دو طرافاي تاعي وتتقطع لك. هنا نجيب سني ولا طبسي فاش راح تحطي العجينه نتاعك،
نفتحهم كامل في 10 كيما راني درت في الاول، تكملوهم كامل. وكل ما تحطي وحده ترشيها بالمايزينا وتزيدي تحطي فوقها الحبه الثانيه حتى نكملهم في 10 كامل. نفتحهم كامل بنفس الطريقه، وكل بين وحده وحده نرش المايزينا. هنا بعد ما كملتهم في 10 شوفوا كيفاه راح نعاود نحطها فوق البلون دو طرافاي تاعي، ونرشو قبل ما نحطها باه ما تلصقليش، نرشو بالمايزينا ونحاول نضغط هنايا على القرصه تاعي اللي راني دايرتهم على العجينه باه من بعد كي نعود نفتح فيها بالحلال ما يهربوليش على بعضاهم. نحاول نضغط عليها حتى تلصق مليح ونفتحها بالحلال. نفتحها على شكل هكا مستطيل ولا دائري كيما حبيتو نتوما. شوفوا السمك اللي فتحتها عليها انايا، وتجي مرقه تجيكم تهبل يا البنات. المايزينا هو اللي رايح يعطيها التوريق. نروليها هنا كيما راكم تشوفوا. بعدها نجيب فنجان نحط فيه مخرف فرينه وشويه ماء ونخلطه. راه هنا البنات رايح نلصقها كيما هكا باه من بعد كي نعود نقسم فيها ما تتفتحليش. انا شفت بزاف البنات اللي كيعودوا يخدموا فيها تتفتح لهم وتعبهم في الخدمه. انا ندير لكم هذا كيما هكا شويه مايزينا عفوا شوفيرينه مع الماء ولا مايزينا تلصقوا بها باش من بعد ما تعبكمش. هنا في الحشو البنات عندي شويه جوز وعندي لوز كيله يعني بمكسرات مخلطه. الا ما عندكش تقدر ديري الكاوكاو نورمال. بعدها بعد ما قسمتها كيما شفتوني يعني حوالي 2 سنتيم كل بين الحبه والحبه كامل 2 سنتيم. نفتحها بالحلال. الجهه اللي فتحتها عليها اللي كانت في البلان دو طرافاي هذيك هي اللي نحط عليها الحشو من فوق. هنا بعد ما فتحتها وكما وريت لكم نحط نص مغرف من المكسرات، ونجيب هذاك الخليط اللي درته من الفرينه والماء ولا مايزينا والماء ونلصق به باش من بعد ما تتفتحليش ونضغط. شتو التوريق البنات كيفاش راهي مرقه تجي ما شاء الله. من بعد ثاني كي تطيب في الفور راح تزيد يبان التوريقه تاعها وراح تتفتح تبان روعه روعه. انا هنا بعد ما نكمل الكميه نتاعي البنات ماشي غير هذه الكميه يعني راح تخرج لك قريب 36 حبه. هنا ذوبت زوج مغارف تاع الزبده، ذوبتهم على نار تكون متوسطه ما تخلوهاش تغلي الزبده تاعكم. بعدها ادهنيها كامل هذوك الحبات تاعك ادهنيهم ودخليهم في درجه حراره 170 في الفرن يطيبوا من تحت ومن فوق مده 10 دقائق. خرجيهم عاودي ادهنيهم بالزبده عاودي دخليهم يطيبوا. رايحين يطيبوا لك حمر يهبلوا كما راكم تشوفوا. ما همش رايحين يديو لكم مده كبيره حوالي ربع ساعه فقط، من ربع ساعه ل20 دقيقه. بعدها خرجيهم وهما سخونين يكون العسل تاعك بارد شربيهم في العسل وخليهم ساعتين فما فوق. بعد ما تفوت ساعتين تقدري هذاك الوقت تقدميهم. انا خليتهم البنات للامانه قريب 4 سوايع. بعدها جاو ما شاء الله في البنه. شوفوا هنا كيف يجوا مرقين. درت لهم كتزيين خفيف من فوق بالجوز واللوز وحطيتهم في كيسات. وما بقى عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وفي الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. وما تنسوش البنات ديروا جيم لا فيديو. هذو هما الشعيبيات تاعنا كي كملوا جاو يهبلوا قرمشه توريق ما شاء الله. وما تنسوش ديروا جيم لا فيديو ابوني في القناه وتفعلوا زر الجرس. وفي الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. سلام.